في كل عصر كانت الموضة أكثر من مجرد أقمشة وتصاميم، كانت هوية ورسالة وانعكاسا للجمال الذي لا يحده الزمن. في العشرينيات والثلاثينيات كان الأخضر لون الفخامة، فظهرت الفساتين الحريرية بتصاميم أنثوية راقية تعكس أنوثة المرأة واستقلاليتها المتزايدة. في الخمسينيات ظهر القفص الذهبي للأزياء، حيث انتشرت الفساتين الواسعة والخصور المحددة، وكان الأخضر رمزا للصفاء والطبيعة المتألقة. أما في السبعينيات والثمانينيات فقد أصبح الأخضر لون الجرأة والتحرر، يزين البدل الرسمية والتنانير الراقية التي تعكس قوة المرأة في عالم متغير. واليوم تعود هذه الأناقة الخضراء إلى الواجهة بأسلوب يجمع بين سحر الماضي وروح العصر، لأن الموضة الكلاسيكية لا تموت بل تتجدد لتروي حكايتها من جديد. الأخضر ليس مجرد لون، إنه تاريخ وهوية وأناقة لا تمحى.